وصفة النهاردة تنفع للفطار وتنفع كمان لجوع آخر الليل، هتسد معاكي جدا، وكمان تنفع للانش بوكس الولاد هيحبوها جدا وهتبقى لذيذة جدا بالنسبة لهم. ده غير انها منتهى البساطة والسهولة اللي في الدنيا. هقولك الأخطاء اللي ممكن تتجنبيها برغم سهولتها وبساطتها، إلا انك ممكن تقعي في أخطاء فيها، وده هعرفهولك في الفيديو. ويلا نبدأ في وصفة التوست القمر اللي انتوا شايفينه ده. وقبل ما ابدأ في الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك اذا عجبكم الفيديو، وشيروه مع اكبر كمية من اصحابكم علشان يوصل لهم كل جديد وكل مفيد. واول حاجة هنبتدي بيها هي البيض. التوست الواحد يعني الاتنين توست اللي بنحطهم في الطاسة بياخدوا معانا 2 بيضة بس. ممكن جدا مفيش اي مشكلة انك تعملي بيضة واحدة فقط. بنرجهم كويس قوي، ملح وفلفل اسود طبعا، وبنبتدي ان احنا نرجهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين النجاح الاول ان الطاسة بتاعتك تكون ما بتلزقش. لو بتلزق هتاخد نص البيض فيها والتوست بتاعك مش هيطلع مظبوط. هنا الطاسة باللون والشكل ده لاني قبليها يعني قبل ما اعمل دلوقتي حالا كنت عاملة 2 واديتهم للاولاد، وهنا بقى عملت بمزاج علشان اصور ليكم. معلقة سمن وبنحطها او زبدة زي ما تحبي. وبعدين تاني خطوة علشان ما يفشلش معاكي، هنا اول ما بنحط السمن انا هنا يدوب بحط السمن يسيح وبرفع الطاسة من على النار، ما بسيبش الطاسة تسخن ولا السمن يسخن معايا علشان لما انزل بالبيض ما يشدش معايا بسرعة ويبتدي ان هو يتشمع من تحت، فما اعرفش احط التوست بتاعي واقلبه القلبة اللي انتوا شفتوها دي، اني اشربه من ناحيتين بالبيض. يعني نكون شغالين بالراحة وعلى مهلنا. هنا انا مش مشغله النار، يعني انا يدوب السمن ساح معايا ونزلت البيضه. لو انا نزلتها والنار حاميه والسمن سخن كان هيبتدي معايا البيض بتاعي يتشمع، ولما اجي احط التوست علشان اقلبه مش هيمسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فزي ما انتوا شايفين هي دي الطريقه المظبوطه. هنا المسافه اللي انا واخداها ما بين التوست ده والتوست ده مسافة زي ما انتوا شايفين، ما بلزقهمش في بعض علشان لما اجي اتنيهم بعد كده يتنوا معايا بكل سهولة ويبقى مظبوط 100%. يعني لازم ناخد مسافة كده بسيطة بين التوستين ما نلزقهمش، شايفين، علشان اما اقلبهم يتقلبوا معايا بكل سهولة. ودي تالت حاجة. هنا سبته لحد ما تشمع معايا بالشكل ده. طبعا ولعت عليه النار بعد ما خلاص شربت التوست بتاعي من ناحيتين، انا ولعت النار وابتديت سبته بقى لحد ما خلاص يوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما وصل للمرحلة دي قلبته على الناحية التانية وابتديت اتني اطراف البيض بتاعي. لو بيضة واحدة ما تتنوش اطرافها عادي خالص وسيبوها كده ومفيش اي مشكلة. لو بيضة واحدة مفيش منها اي مشكلة، ان يبقى البيض طالع شوية منها مفيش اي مشكلة خالص. هنا حطيت الحشوة اللي تفضليها براحتك خالص، مش عايزة تحطي حشوة مفيش مشكلة. حطيت جبنة فت عادية خالص بس كانت بطعم الجبنة الرومي، وحطيت كمان صوص الشيدر حطيته برضو، وممكن تحطوا كاتشب، ممكن تحطوا مايونيز، ممكن تحطوا اللي تفضلوه براحتكم، زيتون، بصوا زي ما تحبوا، دي بتاعتكم انتوا. عايزين تخلوها بالبيض بس برضو زي ما تحبوا. وبعدين تنتها وزي ما شايفين اتنت معايا بكل سهولة. لو انا كنت لازقة التوست في بعض الاتنين ما كانتش هتتني معايا بالسهولة والبساطة دي خالص، وكانت هتتعبني، والتوست ساعتها بيبقى طري عشان هو اتعرض للحرارة، فكان هيتقطع معايا والمنظر مش هيبقى حلو. هنا ببتدي بقى ان انا اديها تحميصة على الوشين علشان الشكل النهائي، ومن بره يبقى فيه كده قرمشة ومن جوه طري، يبقى الطعم خرافي والشكل خرافي. توستر في الاخر بعد المرحله دي تدخليها جوه توستر مفيش منها اي مشكله، برضو هتبقى روعه. اعذروني اذا كنت بخوض في تفاصيل كتير تجاه الوصفه، فده علشان مفيش حاجه تفشل معاكم وهكون انا ما وصلتلكمش معلومه ممكن تؤدي الى فشل الحاجه اللي هتعملوها، فده دوري وده واجبي وده كله برضو علشانكم انتم. عايزه اقول لكم ان النتيجه والنهايه مرضيه 100%، يعني هتعجبكم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.